طيب يا شباب، صباح الخير او مساء الخير على حسب انت بتشوف الفيديو ده امتى. معلش احنا اتاخرنا شويه في موضوع الفلوج التاني دوت، بس ايه نمشي الدنيا شويه. يعني اديكوا ابديت سريع كده عن اخر كام يوم واللي حصل فيهم. يعني عايز الخبط في الدايت وبتاع ومش عارف ايه، وكمان برضو ضغط الفيديوهات والايديتنج ومش عارف ايه والجامعه وحاسس ان انا بقيت متقوقع شويه. فانا حاسس ان انا عايز افك عن نفسي اكتر من كده. فالنهارده فلوج تمرين واكل ونظبط لكم الدنيا كده. وبرضه عايزين نتكلم عن اهم عامل سواء في الدايت او التمرين بتاعك، وهو انك تسمع لجسمك. سواء معاك مدرب او انت بتمرن نفسك، خليك صريح مع المدرب اللي انت بتتمرن معاه، وخليك صريح مع نفسك لو انت بتمرن نفسك او عامل دايت بلان لنفسك. خليك صريح مع نفسك، بمعنى انا راجل حاسس ان انا هبوظ في الدايت بتاعي او غيره، وحاسس ان انا مش قادر التزم دلوقتي، وحاسس ان انا مضغوط لدرجه ان انا مثلا مش قادر اعمل الوجبات بتاعتي او غيره. خلاص مش مشكله، انت خد مثلا اسبوع دايت بريك. ما تضغطش نفسك قوي في الحته دي. ولو معاك مدرب وبيسالك الاسئله دي، لو مثلا سالك ان انت تقيم نسبه التزامك بالدايت او غيره، عرفه مثلا ان انت بدات تجوع او ان انت مثلا محتاج تريح. الحاجات دي مهمه وبتفرق. ما تبقاش واخد الموضوع على نفسيتك قوي او على نفسك او تبقى جاي على نفسك بزياده. خلي الموضوع في الطبيعي منه وفي الحلو منه، ما تخليش الموضوع يوصل معاك للنقطه دي عشان ما يكونش الموضوع حمل عليك. فبس هناخد الوجبه، هناخد البري ورك اوت. اوريكم الوجبه اللي معانا دول عباره عن حوالي 100 جرام موز، وحوالي برضو تقريبا 100 جرام رمان. دي وجبه قبل التمرين. ومعانا برضو كوبايه قهوه، وهنخلص ونروح على التمرين على طول. الوجبه دي تعتبر من احلى الوجبات اللي هتاخدها لو انت جربت تاخدها قبل التمرين، اللي هو كبري ورك اوت. يعني وجبه جميله فيها شويه حاجات كويسه جدا لموضوع البامب وضخ الدم وكده، والكافيين هيديك شويه باور برضو مع التمرين وكده. هنودي في الوجبه وبعد كده نطلع الجيم على طول. طيب هناخد حاجة التمرين، الشنطة اهي، وخدنا محفظتنا سماعتنا، كل حاجة تمام، تليفون، ترايبود. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الفرامل ايه؟ الفرامل ما بتجمعش. الحمد لله. يعني ايه، بقالنا كام يوم بنصحى الفجر، الدنيا ظابطة، ودي حاجة لذيذة الصراحة. يعني لما تلاقي نفسك خلاص بقى متعود على حاجة وبتعملها اوتوماتيك، دي حاجة لذيذة. بس انا كوني ما عنديش جدول، دي حاجة مضايقاني قوي. يعني دي حاجة بصراحة مضايقاني، يعني مش مرتاح معاها خالص. فبإذن الله انا عايز اقعد مع نفسي قاعدة. يعني انا عن نفسي مهتم قوي بالكونتنت، على حساب ان انا، وده اللي انا ملاحظه. يعني انا مهتم بالكونتنت على حساب ان انا اتعلم اكتر، وده انا مش عايزه. يعني مش ده اللي انا عايزه دلوقتي. انا محتاج دلوقتي ان انا اتعلم اكتر واجرب اكتر واطبق اللي انا بتعلمه اكتر. ده اللي انا محتاجه في الفترة الحالية. فعايز اعيد كتابة الاولويات تاني كده، نبص على الاولويات تاني في ايه اللي احنا محتاجينه فعلا الفترة دي، عشان انا عندي كام حاجة لسه عايز اتعلمها. فده اللي انا عايز اعمله الفترة دي. وعشان كده انا داخل في اسبوع دايت بريك، اعيد ترتيب الاولويات من تاني. يلا بينا. عندنا تمرينة بول، هنودي فيها جامد. تمرينة عنيفة حلوة. ف كالعادة يعني هصور التوب ست بتاع كل مجموعة. احنا دلوقتي هنسخن ونخش. طبعا مش سامعين حاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بصراحة ما بتمرنش ترابيز كتير، هو شكل واحد وبتشتغل معاه برضه في أغلب الحاجات. يعني أول شكل لعبناه أصلا كان فيه الترابيزيا شغالة يعني.
ده نفس الميزان بتاع الاسبوع اللي فات، بس انا مش يعني انا اقدر ازود، بس مش عايز ازود عشان الدراع خد تقريبا 3 ايام عشان يعمل ريكفري، فدي حاجه صعبه قوي يعني. متظبطش وخلاص ومزودش وخلاص، اسمع لجسمك. عموما مش محتاج يعني، انت ممكن في شكل من الاشكال دول يكون بيتعبك في مفصل او في وتر او في عضله ايا كان يعني. لو حسيت ان اي شكل من الاشكال دي بيتعبك غيره، متلعبوش اوتوماتيك يعني. عشان كده مش لازم تكرر تمارين اي كوتش يقولك خد التمرين المثاليه لتكبير الدراع. اه في اشكال احسن من اشكال، مفيش كلام في النقطه دي يعني. اجسامنا مختلفه عن بعض، ونقاط قواتنا مختلفه عن بعض، ونقاط الضعف برضه مختلفه، فما نكررش وخلاص. فبس يعني الشكل ده احيانا يوجع لي ريستي، بس حاليا عارف اظبطه. يا الله. كمان عايز اظبط موضوع الكارديو ده في الجدول اللي هنعمله. عندي عجله كده في البيت، ابقى احط لكم صورتها كده. عايز، هي محتاجه تتصلح يعني، محتاجه صيانه، فممكن اصلحها ونستخدمها يعني في موضوع الكارديو ده، عشان ما اهلكش دماغي ان انا لازم اطلع بره واجي الجيم عشان اعمل شويه الكارديو يعني. بس طيب، وصلنا للاب كرانش، خلصنا الباك اوف ست بتاعت الريفرس بايسب كيرل. هنلعب الاب كرانشز زي الاسبوع اللي فات. على فكره ده من التمرين يعني الكافيه جدا للابز يعني، مش محتاج تلعب معاه اشكال كتير عادي يعني. هو شكل كويس جدا وبيظبط الدنيا يعني. يلا بسم الله. آه. جامد. طيب خلصنا. نلم الدنيا ونروح ناكل. عندنا وجبة محترمة، بطاطس وبيض وجبنة وحاجة يعني ايه في الرايق منه يعني. ده مخصوص للناس اللي مفكرة ان ال- الدايت بريك بوظان يعني. لا، هو الدايت بريك مش بوظان، انت بتظبط بس دنيتك يعني ايه، ترفع الدنيا تاني. طيب خلصنا تمرين. طيب احنا روحنا، وده ميعاد وجبة ما بعد التمرين، البوست ورك اوت ميل. فتعالى اوريكم الوجبة. انا هنا 500 جرام بطاطس قبل السوا، ونصيحة يعني هنتكلم في الموضوع ده. كنت عايز اتكلم في فيديو بس يعني قشطة هقولها لكم. نصيحة: لو انت بتنشف اسلق البطاطس، يعني خلي البطاطس بتاعتك مسلوقة. طب لو انت بتبلك، خليها في الفرن، اعملها في الفرن. ليه؟ لما بتسلقها بيبقى الفوليوم بتاعها زي ما انت شايف كده، فاهم؟ على عكس ايه، هحط لكم صورة كده، هم برضو نفس ال 500 بس مشويين في الفرن. ومعانا هنا 200 جرام جبنة قريش و100 جرام خيار، وهنا في 3 بيضات كاملين، وعليهم شوية ملح هيمالايا وشوية كمون وتوابل. وبس هندور على حاجة نسمعها. اصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طب احنا خلصنا يعني. هو اليوم خلص، ملحقتش اصور وجبات، بس النهاردة خدت وجبة فيها، تعالى نقول تقريبا، لان انا الصراحة ما طرب ان انا ما وزنتش. هتستني اقولك معرفش. آه، بس كنت قاعد مع العيلة يعني وكده، فمش هقوم بقى اقعد اوزن وبتاع. المهم وخدنا حوالي 200 جرام فراخ. دي كانت تاني وجبة. تالت وجبة تالت وجبة في وجبة كده متكنسلة اللي هي بتاعت الشوفان، بس انا هقوم اخد اللبن بس، عشان الصراحة ما فيش، مش قادر اكل حاجة تاني.
فهنقوم ناخد اللبن بس عشان بناخد فيتامين د، فمحتاجين كالسيوم مع الموضوع. نهاية الدايت بريك ايه نهاية الدايت بريك امتى؟ نهاية الدايت بريك هتبقى يوم الخميس. عندنا طالعة مع الشباب، مش عارف اصور ولا لأ، بس عندنا طالعة مع الشباب وهنودي كده في وجبة حلوة. ودي هتبقى نهاية الدايت بريك، نهايته بالنسبة لي. عشان ايه؟ نرجع يوم الجمعة احنا فل، عندنا كل حاجة متظبطة. عندنا الجدول، عارفين هنعمل ايه، عارفين هنودي ازاي، كل حاجة تبقى ايه مظبوطة وعلى الشعراية. وابقى رتبت اولوياتي من تاني عشان الموضوع ما يعكش معايا اكتر من كده. وكل اللي بيحصل ده طبيعي، وكل الحاجات دي الناس كلها بتمر بيها عادي جدا. عشان بس يعني ما تحسش ان الدنيا متسيستمة قوي يعني، ولا فاهم مش عارف ايه. وانا لا، ما حلقتش، انا بس ايه غسلت شعري، لقيته كش الكشة دي فتمام يعني. فبس تدريجة موت. ماشي. فدي كانت نهاية الفلوج يا شباب، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. ولو انت مهتم او يعني عندك حاجة عايزنا نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية، سيبها تحت في الكومنتس. و بيس اوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.